الاخوان كلكم سمعتوا هذيك الضجه ديال الكلب اللي داتو الانجليزي ديال الكلب في المغرب، اللي داتو الانجليزيه لبريطانيا. خصكم تعرفوا الاخوان، راه ما داتو الانجليز عرفات القيمه ديالو. راه كنت باع شي كلب جحموم وانا ما غاديش، ولكن عرفت القيمه ديالو. المهم هذا الكلب هو سميتو الايدي، من سلالة الايدي. هذا الايدي من اندر السلالات ديال الكلاب، وهذا الايدي موجود غير في الاطلس. كيتسمى كيتسمى كلب الاطلس او كلب الامازيغي. وعلاش تسمى الايدي؟ لانه بالامازيغيه الايدي تعني كلب. Did you know that 80 dogs, also known as the Moroccan Atlas Shepherd dog, originated from the Atlas Mountains of Morocco? لان هذا الكلب معروف بالذكاء الخارق وكيتعلم بسرعه، كانه كيتستعمل في الرعي وفي في الحراسه وفي الصيد، وحتى في صيد الاسماك. كما انه كيتاقلم مع جميع يعني المناخ، اي مناخ يتاقلم معه. ومعروف بالصبر وبالقوه وبالشجاعه. كما انه الاخوان، هاد النوع، هاد السلاله هي سلاله نقيه او اصيله، والثمن ديالها كيوصل بين $1000 حتى $5000 واكثر، دولار امريكي. لهذا الاخوان الاجانب الاغنياء هما اللي يعني كيربيو هاد الانواع ديال الكلاب. كما انه يعني كيتعلم، يقدر يوصل كما قلت لكم، كيتعلم بسرعه، يقدر يوصل انه يعتني بالاطفال في المنزل، ويقدر يدير اشياء في مكان الانسان. يقدر يتعلم يطفي الضوء ويسعد التلفازه الى اخره. لهذا الخوت هنا في اوروبا ولا في الغرب محتاجين كيبحثوا على هذا النوع ديال الكلاب، وباغيين يدفعوا مبالغ خياليه لهذا النوع ديال الكلاب. المهم الاخوان، غير باش تعرفوا هاد القضيه، راه اللي لقى شي كلب دابا في الاطلس من هاد النوع راه يمشي يتهلا فيه، وراه غينفعو وينفع يصوفي وغيصوفي معاه حتى الكلب. لان للاسف هاد الكلاب كانت موجوده في شمال افريقيا، ولكن ما كانوش ما عرفوش لها القيمه ديالها، ما اعتنوش بها. ولات متشرده وتزاوجت مع الكلاب الضاله مع الجحامم، وضاعت الفصيله، بدات يعني وصلت للانقراض. يعني الفصيله السلاله الاصليه.